السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين، كل عيد وانتم بخير. يجي عليكم العيد السنة الجاية ان شاء الله يا حبايبي، وانتم على كلكم على جبل عرفات ومتهنيين وفي بيتكم مرتاحين، امين يا رب العالمين. يا صباح الفل، صباح الهنا على قلوبكم، صباحكم مشرق بنور الله. النهارده بقى قلنا ايه؟ العيد خلاص، قلنا بقى خلاص زهقنا بقى من اللحمه والفته انتوا عارفين بقى، والممبار والحاجات دي. قلنا بقى نقوم نعمل لنا فطيرتين كده حلوين، نفطروا بيهم ولا نتغدى بيهم، نقضي بيهم يومنا. عشان الواحد زهق اصلا والدنيا حر، وانتوا عارفين ايه، الواحد بيبقى عايز حاجه سهله كده. طبعا هنعمل احلى فطيرتين، فطير فلاحي مورق جميل. اعرفي بس الطريقه وهتبقي استاذه فيه. طبعا هنا معلقتين سكر ونص معلقه ملح، كوبايه ونص ميه ودوبتهم. ماشي كده يا حبايبي. ده كيلو وربع دقيق منخول، انا جبته ونخلته. وهحط بقى ايه الميه بالتدريج. ماشي، مش هتكبي الميه كده وتخليه بقى عامل كده في بعضه، لا. بصي بالتدريج كده وتقلبي بالتدريج وتقلبي. احنا عايزين ايه؟ يبقى ايه، في شده كده شويه، تلزيقه بسيطه بس مش تلزيق خالص، يبقى معجن لا. هتشوفيه معايا يبقى ازاي يا حبيبتي عشان يتفرد معاكي ويبقى احلى فطير. متنسونيش بس في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي مشتركش في القناه يا حبايبي يشترك، وكومنت حلو زي قلبكم. وبرحب بكل اللي دخلوا قناتي جديد. مشرفيني يا حبايبي في قناتي، واتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم يا رب. بصي بقى، تفضلي تكبي ايه، ما تكبيش ميه كتير، حبه بحبه. بصوا بقى، انا فضيته كده على الترابيزه وقلت بقى ايه، لازم تعجنيه انت ايه، ربع ساعه 10 دقايق تفضلي تاخدي وتدي فيه كده عشان يتعجن معاكي ويبقى ملمسها ناعم كده وتتفرد بسهوله. ماشي. صلوا على النبي كده يا حبايبي واستغفروا كتير واللي ما حطش اللايك يحط اللايك. طبعا احنا في ايام العيد بقى كلها احنا قضيناها بقى لحمه وممبار وفته وبصوا حاجات كتيره بقى. فقلنا خلاص بقى، العيال قالوا لا مش عايز اعمل لكم لحمه مش عارفه مشويه والكلام ده، لا مش عاوزين. طب اعمل لكم مش عارفة، لا مش عاوزين. قلت لهم خلاص هقوم اعمل فطير بقى ايه ونتغدوا بيه. والله كان زي الفل يا حبايبي، وطالع مورق وجميل وكان قابب كله في الفرن، هتشوفوه دلوقتي. بصوا فيه التلزيقه اللي هي البسيطه دي كويسه قوي. عبال ما يريح شويه هتلاقيه مفيش تلزيقه خالص. هو كده احنا تمام، هي دي النتيجه اللي احنا عايزينها. بصوا نغطيه بقى بكيس كده ونسيبه بقى ايه يرتاح شويه. جبت بقى هنا ايه، عبال طبعا ما مسحت الترابيزه ولميت الدنيا في حته تبقى نظيفه كده حواليا، حطيت بقى شويه زيت على الصينيه كده، وبقيت اللي انا ايه، اقرصه دي يعني ايه، اقطعه، اعمله كور يعني. بصي انت تكوريه كده وتعمليه كور على قد بقى ايه الفطيره. انا عملتهم ما شاء الله كام. هي في فطيره كبيره خالص انا عملتها دي 10 فطاير جوه بعض. تمام. عشان في ناس عايزينها اللي هي ايه، يبقى فيها لحم شويه كده ملحمه كده حلوه. وفي ناس بقى عايزينها اللي هو ناشفه مقرمشه، عملت لهم برضو او العيال يعني. وفي اللي هم عايزينها اللي هي ايه، ولا ناشفه ولا طريه قوي، اللي هي الوسط، عملت لهم برضو. تمام. هتشوفوها معايا وهتشوفوا ان هو قد ايه طالع جميل والتسويه بتاعته حلوه قوي. فانتي هتقرصي او هتقطعي العجينه كور على حسب ما انتي عايزاه تخين، اعملي كور كتيره هتحطيها جوه بعض. عايزاه اللي هو في الوسط، قللي تبقى 5 فطاير 6 فطاير، حلو قوي جوه بعض، ده جميل. ماشي يا حبايبي. وطبعا اللي عندها بقى طبلية او ترابيزة كبيرة تفرد عليها، ممكن تعملها كورتين او كرة وتفرد بقى على قد ما تفرد. بس هي دي الطريقة دي اسهل للي ما عندوش مكان اولا، وكمان على مريحة للايد يعني. بصوا العجينة ولا بتلزق ولا اي حاجة ازاي، بصوا بتتفرد بكل سهولة، حلوة قوي قوي يا بنات.
تابعي بس الخطوات دي وهتبقي استاذة في الفطير، ومش هياخد معاكي وقت. هتروحي تشتريها بره ب25 وب20 والكلام ده، والله مش عارفة بصراحة سعرها ايه، بس انا اعرف ان هي سعرها كده مش اقل من 20. بس طبعا مش زي الطعم دوت، ولا النظافة ديت، ولا الحمار والحلاوة اللي انت جايباها دي عاملاها بايدك وما خدتش حاجة. بصي انا بفردها على قد ما بتتفرد، اتقطعت معاكي زي ما هي اتقطعت معايا كده مش مهم، لان القطع ده بيتدارى جوه، ما بيضركيش في حاجه. بصوا زي الفل. نفضل بقى نفرد واحده ورا واحده كده، وكل واحده بنحطها جوه التانية، يعني نفرد ونحط اللي قبليها جواها واللي قبليها جواها كده، بنجمعهم عشان هي دي الرقات بتاعته اللي احنا بنحطوه ده الرقات بتاعت الفطير. تمام كده يا حبايبي. متنسونيش بقى في اللايك يا حبايبي وكومنت حلو منكم كده عشان الفيديوهات معايا تتشاف وتترفع. قولوا لي بقى خرجتوا في العيد عملتوا ايه ولا ما خرجتوش ولا كده. احنا ما خرجناش الصراحه في العيد، بس استنوا بقى مني مفاجآت في الفيديوهات الجايه، احلى فيديوهات، وهاخدكم معايا في احلى مكان. تابعوني بس كده، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. بصي يا حبيبتي، كل ما هتتقطع كده مش اشكال، ما يضركيش في حاجه ولا تزعلي. افردي برضو، افردي ورققي خالص لحد، بصي اهي بتتدارى واحده جوه واحده، عادي جدا. المهم ايه في الاخر النتيجه هتبقى تحفه، هتبهركم والله. صلي على النبي كده واستغفري كتير، وقومي بقى اعملي لك واحده كده لعيالك. على حسب المقاس الصينيه اللي عندك، اعملي واحده، اعملي 2 في ثواني والله، وبتخلص وما بتاخدش حاجه. احنا بس اللي بنصعب الحاجه علينا ونقول لسه هنعمل ومش عارفه ايه، والله ما اخدتش مني اي حاجه، في ثواني اتعمل. وقعدنا جبنا بقى عسل وجبنه وقعدنا كلنا، كان تحفه والله، ومقرمش وطري من جوه ومقرمش وجميل. مفيش احلى من الحاجه اللي بتتعمل في البيت يا بنات والله. وبعدين كتر يعني ان انت تعجني في البيت وتشغلي الفرن وكده، ده بيزيد بركه وخير للبيت، خير كتير قوي. فانت برضو حاولي بين وقت للتاني اعملي شويه عيش، اعملي فطيره، اعملي شويه معجنات، بيبقى حلو قوي يا بنات في البيت والله. ربنا يبعد عنكم كل الوحش يا رب، ويكتب لكم كل الحلو، ويبعد عنكم النفوس الوحشه اللي هي حقوده دول، يا رب يبعدهم عننا يا رب. في ناس ما بتعرفش ان البيوت مدارية كتير، بس بيستكتروا الضحكة. اليومين دول بقى يستكتروا حتى الضحكة. شوفوا اللي وصلت لايه، ان انت تضحكي بس في وشهم كده يستكتروها، ان انت يا دي بتضحك، يا دي مبسوطة، والبيوت مدارية. فكل واحد كده يخليه في نفسه ويبص لحاله. والله لو كل واحد عمل كده الدنيا هتبقى كويسة، بس ازاي بقى؟ الحمد لله يا بنات على اللي احنا فيه يا رب، وربنا يديمها نعمة على اللي احنا فيه يا رب. بصوا كده يا حبايبي، انا دي عملتها 6 فطاير جوه بعض. تمام. دهنت الصينية اهوت سمنة وحطيتها، هسيبها ترتاح شوية، وبعد كده 10 دقايق وهقوم فردها ومدخلاها الفرن اهو. قبل ما عملت واحدة كمان كنت فردتها بقى ايه وادخلها الفرن. بحط واحدة، بتحطي على اعلى درجة في الفرن، تشغلي الفرن على اعلى درجة وبتحطيها تحت على الصاج على طول، مش على الرف ولا حاجة، لا بحطها على الصاج. بقى انا دي حطيتها على الصاج، خدت من تحت شوية كده، وقمت حطها على الرف وحطيت واحدة تانية، وبقيت اللي انا ابدل كده، واشتغلت كله مع بعض عشان انجز، وفي نفس الوقت كله ياخد تسوية بعضه ويبقى سخن مع بعض اهو. ما اخدش اي حاجة، وهتلاقوه كله قابب، الفطير قابب جوه الفرن وجميل. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون بيعجبكم يا بنات، وتكونوا استفدتوا اي حاجة منه، وان انت تقومي وتجربي الوصفة حلوة قوي وسهلة.
وهتجربيها هتطلع معاكي ناجحه ان شاء الله. بصوا الفطير قابب كله ازاي جوه الفرن، انا حاطه فوق وتحت ببدل بينهم. بصوا قابب وجميل. ادي اهي اول واحده وتاني واحده، وحطيت الاتنين التانيين. هم عملوا كيلو وربع، عملوا لي اربعه حلو وحجمهم حلو و... والقرمشه بتاعتهم من بره حلوه ومن جوه طري. جميل قوي يا بنات. بصوا التسويه بتاعتها حلوه من ازاي، احنا بنحبوه متحمر كده شويه مش ابيض. عملت بقى واحده كبيره وواحده وسط وواحده اللي هي مقرمشه خالص، كل واحد على حسب طلبه. عملت اهو. بصوا من ورا من تحت وفوق. بصوا التسويه حلوه قوي. دي اكبر واحده. اتمنى ان هو يكون عجبكم يا بنات، واتمنى ان انتوا تجربوه. بصوا تحفه. وهفتحه معاكم هو سخن طبعا. هم الريحه ما كانوش قادرين ولا صابرين، يلا عشان ناكل يلا عشان ناكل، فكنتش قادره ان انا امسكه. يا رب يعجبكم يا بنات، واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه يا حبايبي. شوفوا بقى التوريقه وشوفوا الجمال